سمعتوا عن هرم مازلو للاحتياجات؟ ما سمعتوش؟ تعالوا أقول لكم. إبراهام مازلو عمل نظرية سيكولوجية سنة 1943 اسمها مازلو هيراركي اوف نيدز. باختصار مازلو قال إن احتياجاتنا زي الهرم، بنطلعوا سلمة سلمة من تحت لفوق. أول سلمة في قاعدة الهرم physiological needs، الحاجات الفسيولوجية، أكلنا، شربنا، نومنا، الهواء اللي بنتنفسه، الحاجات الإلزامية عشان الإنسان يعيش. السلمة التانية هي السيفتي نيدز، الحاجات المهمة عشان نحافظ على سلامة حياة الإنسان. وبعد ما تأكدنا إن الإنسان عارف يعيش وحياته في أمان، تيجي السلمة التالتة، الاحتياج الثالث love and belonging needs، إن الإنسان يحب ويتحب. البشر دايما بيحتاجوا القبول والانتماء، يتقبلوا زي ما هم ويتحبوا زي ما هم. connection is the currency of wellness. وعشان كده احنا بنحكي حواديت الحب، لأن الحب والانتماء أول احتياج نفسي يربطنا بالآخرين، هو أول خطوة ناحية العالم الخارجي. إنك تتحب وتتقبل بدون شروط، ده كان دافع عظيم وألم كبير في حياة ناس كتير، والتاريخ شاهد على ده. الحب مش مجرد مشاعر، ده رحلة إنسانية لتحقيق القبول والانتماء في عالم مليان بخوف من الوحدة. الهرم كمل بسلمتين كمان، عارفين إيه هما؟